اهلا بيك يا صديقي العزيز. هل مباراة الزمالك وبيراميدز متفوتة ولا كان سوء توفيق؟ وسؤال كتير بيطرح نفسه بين جمهور نادي الزمالك، المباراة متفوتة ولا كان ده سوء توفيق مع لعيبة نادي الزمالك؟ هنعرف كل التفاصيل وعندنا مفاجآت من العيار التقيل في حلقتنا النهاردة. تابع معانا للآخر ومفاجآت بالجملة. بس نشوف رأي الدكتور والكابتن رضا عبد العال الأول ونرجع مرة تانية للفيديو. بيراميدز يفوز على نادي الزمالك بهدف غلطة من عواد. طبعا في ناس كتير هتطلع النهارده بعد الغلطة دي وهتقول لك بس الماتش متفوت، بس الماتش تمام يا متفات، كابتن رضا، الكلام اللي انت قلته فوق دماغنا ومحدش يقدر يقول عنه اي حاجة، لكن بس خلونا نقف كده ونتكلم مع بعضينا واحدة واحدة. هعرض لحضراتكم الفيديوهات وانتوا اللي تقدروا تقرروا هل الماتش متفوت ولا لا. وتعالوا شوفوا حراس المرمى اللي عندنا اللي بتتصدى للكورة كأن الكورة سخنة او فيها حاجة بتلسع، اتصدى للكورة على مرتين وقدامه المهاجم مباشرة، ورد الفعل في المرة التانية كان ثبات من عواد في المرمى. هل ده مستوى عواد ولا في تفويت في المباراة يا رجالة؟ تعالوا نشوف أول لقطة معانا. أول لقطة معانا شايفين عواد الكورة اتشاطت من قرب نص الملعب، والكورة خبطت في إيد عواد ورجعت مرة تانية لمهاجم نادي بيراميدز عشان تتسجل ويكون أول هدف لنادي بيراميدز، واللي فاز بيه بيراميدز واقتنص 3 نقط علشان يقرب من بطولة الدوري المصري. تعالوا بس، يمكن اللقطة دي هي كانت لقطة صدفة وكانت لقطة مش متعمدة. تعالوا بس نشوف اللقطة التانية معانا واللي فيها كتير جدا نوع من الجدل. الكرة قدام حضراتكم في الهواء، الكرة في منطقة الجزاء هي أقرب حاجة لحارس المرمى في الهواء، بالتالي عواد هو أول واحد المفروض يطلع يقتنص الكرة بإيده، ودي بنشوفها من حراس مرمى كتير. لكن كل اللي بنشوفه إن عواد حتى ما حاولش إنه يتدخل ويرفع إيده، ساب الخناقة شغالة وساب الكورة وإدى ظهره للمرمى وللعيبة اللي معاها الكورة. واضح جدا، حتى المعلق قال إن ده مش مستوى عواد. جمهور النادي الأهلي، جمهور نادي الزمالك، المباراة متفوتة بنسبة 100%. عواد خد كام؟ الزمالك نفسه خد كام؟ الله اعلم. ولكن كل اللي نقدر نقوله المباراه متباعه واضحه، عين عينك على عينك يا تاجر. التفويت شغال، الغش شغال، الضغط شغال، كل الامور اللي بتعملوها واضحه جدا جدا للجمهور. لكن اللي اقدر اقوله في الوقت اللي جاي ان عايز جمهور النادي الاهلي يركزوا في كام حاجه هيحصلوا في الدوري. دلوقتي لعبه الاهلي كلها وقرار ومصير الاهلي في الدوري المصري مربوط بالاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم لو خصم من الاهلي زي ما هيحصل 3 نقط، الاهلي هيكون بفرق نقطة واحدة عن بيراميدز، وبيراميدز خلاص هيتصدر الدوري، لان المباريات اللي جاية ان شاء الله الاهلي هيكون فايز في كل المباريات. ونتمنى نتمنى عرقلة بيراميدز لان الدوري اتاخد بدون وجه حق. انما بقى لو قرار اتحاد الكوره ان الاهلي ما يتخصمش منه ال3 نقط، فكده الموضوع اتغير 360 درجه، والاهلي رسميا يحصد بطوله الدوري المصري الممتاز ويقتنصها من بيراميدز ومن نادي الزمالك اللي فوت المباراه على عينك يا تاجر قدام الكل. فالحين بس لما الاهلي يغلب مباراه تقولوا الجونه بتفوت وعماد النحاس هو اكتر واحد جمل الاهلي بتفويتات، ونسمع كلام كتير جدا. جمهور نادي الاهلي، جمهور نادي الزمالك، هل الرأي اللي انت شفته النهارده ده او امبارح هو ده مستوى عواد؟ هو ده تصدي عواد؟ دي رساله لكابتن حسام حسن، احذر من اختيار عواد في حراسه المرمى. قلت ان امام عاشور بسبب انه ادعى الاصابه رمضان بعدته عن المنتخب، ما عندناش اي مشاكل خالص في انك تبعده عن المنتخب وانه ما يكونش موجود، لكن عواد اللي فوت المباراه عيني عينك وبيقول ان هو ده مستوايا، مستواك ده ما ينفعش يكون في منتخب مصر. رسالة قوية جدا. هل فعلا ان عواد ينفع لحراسة مرمى منتخب مصر؟ وعايز بس رأي حضراتكم وبكل صراحة وبدون مجاملات، هل ده مستوى محمد عواد ولا المباراة واضحة جدا انها متفوتة؟ اقول لحضراتكم كمان ان رصيد النادي الاهلي 52 نقطة، انما نادي بيراميدز في فرق طبعا شاسع في النقاط 5 نقط، عنده 47 نقطة في المركز الثاني،
وان شاء الله ان شاء الله يعني الاهلي مش هيتخصم منه الثلاث نقط، والاهلي يظل في الصداره دائما. بس في حاجه حابب اقولها لحضراتكم وهي مهمه جدا، هل الوقت ده وقت الاطاحه بعماد النحاس؟ من وجهه نظري مش يعني نسبه 80%. عماد النحاس كويس، لكن على ما اعتقد في كاس العالم للانديه وجهه نظري ان عماد النحاس ممكن يعدي. عماد النحاس هو اكتر واحد بيلعب بالاهلي هجومي. المدرب اللي انتوا جايبينه ده لاعب 237 مباراه، تخيل يفوز منهم 137 لقاء، يعني نسبه الفوز بتاعته 59%. ده طبعا بغض النظر عن اللي بيلعب بطريقه مختلفه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، انه بيهاجم وفي نفس الوقت بيلعب بيدافع وفي نفس الوقت بيلعب على المرتده. ما عنديش اي مشاكل خالص من ناحيه المدرب، ولكن الاهلي الوقت اللي جاي كل مباراه هي بمثابه بطوله. عندك مباراتين مهمين جدا جدا، مباراه امام بتروجيت، وبتروجيت مش سهل خالص، والبنك الاهلي قصدي مباراه البنك الاهلي، ومباراه البنك الاهلي مش سهله خالص خالص. البنك الاهلي بيسعى عشان يكون في المربع الذهبي. ما تنسوش قبل ما نطلع من الفيديو قول لي المباراه متفوته ولا لا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وانك تشترك في القناه. شكرا جدا انك وصلت معايا نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه. باي باي يا جميل.